السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة في قناة الشيف. نعمل معاكم المهلبية بآيس كريم المانجا. تمام، يلا ندخل على الطريقة والمقادير. نقول بسم الله، توكلنا على الله. معانا كيلو حليب، 4 معالق سكر. زودي الكمية طبعا زي ما انت عايزة براحتك. تمام، والسكر حطيه زي ما تحبي. تمام كده. نحط 4 معالق نشا. تمام، حط معلقة دقيق. عايزة تحطي كلهم نشا براحتك. تمام، هنخلط بقى المكونات دي طبعا على البارد. تمام كده. والسكر طبعا حلي زي ما انت عايزة، ممكن تقللي كمية السكر، ممكن تزودي، اختياري يعني. تمام، نحط الحلة بقى على النار كده، نفضل نقلب فيها طبعا، وخلي بالك عليها بالشكل ده. طبعا هنسيبها تبرد، مش هنغطيها ولا حاجة، سيبيها تبرد. تمام كده. ان طبعا الخطوة اللي بعد كده نجيب بقى مسحوق ايس كريم مانجا. حطي اي مسحوق ايس كريم براحتك، النكهة اللي تعجبك. ده اللي كان متوفر عندي، المانجا. تمام، طبعا عايزة تزودي، كل ما تزودي الكمية زودي الايس كريم. وبرضو لو انت عايزه تعملي نفس الكميه وتزودي الايس كريم براحتك. هنحط عليها معلقه سكر، معانا ربع او نص كوبايه حليب على حسب ما تاخد معاكي. تمام كده. عندك بقى بالهاند بلندر او بالمضرب زي ما انت عايزه. طبعا احنا كلنا عارفين الايس كريم بيتعمل ازاي. هنفضل نضرب كده لحد ما الخليط ده كله يتماسك مع بعضه. تمام كده بالشكل ده. تمام كده. شفت القوام ده يعني، ده كده مظبوط. تمام. تمام كده. هنحطه بقى على هنضيفه على الخليط بتاعنا. هو بارد طبعا، هو قلبيه كويس. تمام كده. هنضيف عليه بقى الايس كريم اللي احنا عملناه. طعمه حلو جدا وتغيير، يعني بدل ما يبقى بس المهلبية لوحدها، ممكن تضيف عليها اي نكهة من النكهات، فراولة، اي حاجة انت بتفضليها ممكن تحطيها عليها، تغير الطعم وتدي طعم احلى للي مش بيحب ياكل المهلبية كده. تمام كده. تمام كده. نخلط بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. ممكن لو انت حسيتي بقى ان هي فيها تكتلات كده او حاجة، ممكن تستعملي الهاند بلندر زي ما هنستعمله دلوقتي. احنا بس بننعم يعني عشان نتأكد بس ان هي نعمت، او توفيرا للوقت. لكن انت ممكن تنعميها كويس جدا بالهاند بلندر، بالمضرب، وما تحتاجيش الهاند بلندر. بس انا بقول لك اختصارا للوقت، يعني انا عملت كده
عشان بس كان في حاجات تانية بعملها فما كانش في وقت الحقيقة. تمام بالشكل ده. تكون انت مجهزة بقى العلب او اي حاجة انت هتعبي فيها. تمام الخليط ده. شوفي بقى عندك اي مانجا تطلعيها تقطعي، بس تكون متجمدة، بتقطعيها بقى مكعبات زي ما هتشوفيها دلوقتي. بصراحة كان طعمه لذيذ جدا وانسيابي ومش وتحس ان هو سهل يعني. شوفي الطعامة بقى ما شاء الله اللهم بارك يعني. تمام كده. حطي بقى في العبوات اللي تعجبك. قطعت طبعا عليها المانجا المكعبات. الحقيقة كانت طعمها حلو، اتمنى تجربوه ويعجبكم. وده الشكل النهائي بتاعنا. شوفي انا بقولك كده ان هي يعني سهله وانسيابيه، مش اللي هي تحس ان هي متكتله، لا حلوه طعمه ولذيذه كده، وتحس ان هي انسيابيه في الاكل. تمام. اتمنى ان هو يعجبكم، وده شكلنا النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعتكم الله. ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده في قناه الشيف.